إذا كنت من متابعي تقدم أشغال ملعبي طنجة والرباط، فلا شك أنك تطرح هذا السؤال: لماذا تسير أشغال ملعب طنجة ببطء بينما أشغال ملعب الرباط تتقدم بسرعة؟ ولماذا ظهرت ملامح ملعب الرباط بينما ملعب طنجة ما زال غامض الملامح؟ أوجه الاختلاف بين ملعبي طنجة والرباط العوامل التي تساعد في سرعة تقدم الأشغال، وهذه هي المادة السحرية التي تجعل أشغال ملعب الرباط تتقدم بسرعة. انطلقت أشغال توسيع ملعب طنجة في 28 من يوليوز الماضي من أجل نقله من ملعب أولمبي إلى ملعب بدون حلبة لألعاب القوى، ومن أجل رفع طاقته الاستيعابية من 65 ألف متفرج إلى 80 ألف متفرج مع تغطيته وتغليفه، وذلك في مدة عام واحد. اليوم وبعد أكثر من 3 أشهر منذ انطلاق الأشغال، تم حفر أرضية الملعب وبناء أساسات المدرج السفلي الجديد في مواضع متقطعة نظرا لعدة عوامل، أهمها البوابات المخصصة لتنقل الآليات، وكذلك لعملية حفر النفق الخاص بتصريف مياه الأمطار. الشكل الحالي للملعب ما زال يطبعه بعض الغموض، خاصة ما يتعلق بطبيعة الطابق السفلي، إن كان امتدادا للطابق الأول السابق أم هو طابق مستقل عنه. وبالاعتماد على النموذج المسرب المتداول، قدمنا معطيات تثبت بأن الأمر يتعلق ربما بطابق مستقل منفصل عن الطابق الأول بكيفية ما، وهو ما ننتظر إشارات صحته مع تقدم الأشغال. في الجهة المقابلة، انطلقت أشغال تطوير ملعب مولاي عبد الله بالرباط في الأسبوع الثاني من شهر غشت الماضي، حيث تم حفر أرضيته ومحيطه كاملا، وتم هدم جميع مدرجاته تقريبا، وإزالة السقف المغطى للمنصة الشرفية، بالموازاة مع بدء تشييد الأساسات والأمشاط الحاملة للمدرجات، بل بدأ مؤخرا تثبيت المدرجات وتصفيفها في عدد من المواضع، حتى أن الشكل الأولي بدأت تتضح ملامحه، وتجري عملية تجهيز أساسات الطوابق العلوية. وهنا يطرح المتابع السؤال الأهم: لماذا تتقدم أشغال ملعب الرباط بهذه الوتيرة السريعة بينما تبدو أشغال ملعب طنجة بطيئة؟ اختلفت أشغال حفر أرضية ملعب طنجة عن عملية هدم وحفر أرضية ملعب الرباط بشكل كلي، فأشغال ملعب طنجة تتم في رقعة ومساحة مغلقة ومحدودة لا تتجاوز 21 ألف متر مربع، وهذه المساحة تتسع لعدد محدود من الآليات الخاصة بالحفر وشاحنات النقل. أضف إلى ذلك وجود عامل مهم أخر عملية الحفر، وهو هذه البوابة الوحيدة التي تتعاقب عليها الشاحنات الناقلة لمخلفات الحفر، وهو ما أخر عملية إنهاء الحفر نسبيا رغم أنها تمت في وقت قياسي. في المقابل، تميزت عملية الهدم والحفر في ملعب الرباط بالسلاسة والسرعة، ببساطة لأن عملية الهدم والحفر تتمان في فضاء منبسط ومفتوح مع توظيف عدد كبير من آليات الهدم والحفر والنقل. أضف إلى ذلك وجود مداخل ومخارج متعددة ساهمت في سرعة تقدم الأشغال. عامل آخر مهم أيضا: ملعب طنجة يتم توسيعه من الداخل، حيث توجد الأساسات والأعمدة والمرافق التي تتطلب التروي والحذر أثناء عملية الحفر، وذلك خشية المساس بسلامة وتماسك أساسات الملعب التي يشكل الإضرار بها تهديدا للملعب ككل. وهذا الحذر والتروي يجعل أعمال الحفر تتباطأ نوعا ما، بينما عملية الحفر والهدم في ملعب الرباط كانت متحررة من أي احتياطات متعلقة بسلامة الملعب في حد ذاته، كونه معني بالهدم الكلي، فلم يكن هناك هاجس من هذا النوع. يضاف إلى العاملين الماضيين كون أشغال بناء أساسات المدرجات في ملعب طنجة انطلقت بعد إنهاء عمليات الحفر بنسبة كبيرة، بينما انطلقت عملية تشييد الأساسات الجديدة في ملعب الرباط بالموازاة مع عمليات الهدم والحفر، وهو ما أكسب ملعب الرباط المزيد من الوقت وجعل أشغال بنائه تبدو أسرع من ملعب طنجة. المتابع لأشغال بناء مدرجات الملعبين يلاحظ الفرق الجوهري في منهجية العمل وبناء المدرجات. في طنجة يتم اعتماد الطريقة التقليدية في البناء، وذلك بالقيام بجميع العمليات المطلوبة في موقع الأشغال، وهو ما يتطلب جهدا ووقتا ويدا عاملة أكبر. والسبب في اختيار واعتماد هذه المنهجية تتحكم فيه، إضافة إلى العوامل التي ذكرنا سابقا، عامل آخر مهم، وهو أن الأمر يتعلق بعملية توسيع داخلي لملعب قائم لم تتم مراعاة إمكانية توسيعه في التشييد الأول، فلم يتم تشييد أساسات إضافية كما حدث في الجهتين الشمالية والجنوبية، حيث ورغم أن الملعب في نسخته الأولى كان بطابق واحد في الجهتين،
إلا أن الدعامات الخاصة بالطابق الثاني كانت بارزة، وتم تمديدها من أجل بناء الطابق الثاني في عملية التوسيع الماضية، وهو الأمر الذي غاب في عملية التوسيع الحالية، ما تطلب تشييد أساسات جديدة كليا، وهو ما يتطلب وقتا وجهدا أكبر. أضف إلى ذلك إمكانية الفصل بين المدرج السفلي الجديد والمدرج الأول السابق، وهو ما قد يفسر وجود هذا الكم من الخرسانة المسلحة والأعمدة الكثيرة والكبيرة. في المقابل تتم عملية بناء مدرجات ملعب الرباط بمنهجية مختلفة تماما، فكون الملعب يبنى من الصفر منح المهندسين فرصا وإمكانيات متعددة، ولأن الهاجس الأهم والأكبر هو ضيق الوقت، فقد تم اختيار المنهجية الأحدث والأسرع والأكثر فعالية، وهي اعتماد المدرجات مسبقة الصنع، وهي الطريقة المعتمدة في أغلب الملاعب حول العالم. فكيف تتم هذه العملية؟ تبدأ عملية تجهيز العناصر المشكلة للمدرجات مسبقة الصنع بوضع تصاميم أولية تحاكي العمل المطلوب على أرض الواقع، وتسمى التوأم الرقمي. تتم هذه العملية عبر برامج التصميم ثلاثي الأبعاد، وهي البرامج التي ساهمت وبشكل كبير في تطوير هندسة الإنشاءات الحديثة. يتم نقل هذه التصاميم الافتراضية إلى نماذج مصغرة تحاكي الشكل الواقعي للمدرجات. هذه الأمشاط الخرسانية التي تتخذ كدعامات للصفائح المشكلة للمدرجات، وهي دعامات يتجاوز طولها 10 أمتار حسب طول المدرج، ويبلغ وزنها حوالي 12 طنا، ويتم إعدادها بشكل دقيق جدا، وذلك اعتمادا على خلاطات وملدنات ومثبطات التبخر بمزايا فريدة. هذه الخلطات الخرسانية الدقيقة تتطلب تكنولوجيا متطورة ويدا عاملة خبيرة في هندسة الخرسانة المسلحة، وذلك من أجل الحصول على عناصر خرسانية بمحتوى ذو جودة عالية وواجهة ناعمة خالية من الشوائب الإسمنتية وسطح مرئي موحد الشكل واللون. بعد مرحلة التصميم الافتراضي والنموذج الأولي ثم تجهيز العناصر مسبقة الصنع، يتم الانتقال إلى موقع الأشغال من أجل تجسيد هذا العمل. معلوم أن تجهيز العناصر الخرسانية المطلوبة يتطلب وقتا طويلا، فقبل نقل هذه العناصر إلى موقع الأشغال من أجل تركيبها تحتاج إلى مدة طويلة للتخلص من المياه المستعملة في عملية خلط العناصر الخرسانية. لكن ومع تقدم تكنولوجيا البناء ابتكر الخبراء تقنية تساعد على التغلب على هذا المعطى الذي يؤخر من عملية البناء. يتعلق الأمر بمواد يتم إضافتها إلى الخرسانة لزيادة سيولة وكفاءة عجينة الإسمنت، تسمى الملدنات الخرسانية أو مخفضات الماء، لأنها تسهم في تصنيع الخرسانة بقابلية تشغيل متجانسة مع استهلاك كمية أقل من الماء نسبة إلى الإسمنت، وهكذا فهي تساهم في إنتاج الخلطة الخرسانية بثبات عال وبكميات مياه متساوية. الأنواع العادية من هذه الملدنات تخفض استهلاك المياه بنسبة 15%، بينما تستطيع الأنواع الفائقة منها خفض استهلاك المياه بنسبة تصل إلى 35% أو أكثر. تستند آلية عمل هذه الملدنات على المادة المشكلة لها، وهي جزيئات البوليمر التي تتميز بخاصية إنتاج البلاستيك. يتم خلط هذه المادة مع الخرسانة وتستجذب على سطح حبيبات الإسمنت من أجل استحداث مجموعة من الأيونات المنتجة لشحنة سالبة لجسيمات الإسمنت التي تؤدي إلى إيجاد قوة طاردة متبادلة، وبالتالي تفكك الارتباط بين الماء والإسمنت، وتفضي في النهاية إلى إنتاج الهواء المحبوس. هذه التقنية المتطورة تساهم في زيادة قدرة الخرسانة على المقاومة بنسبة تصل إلى 25%، وتقلل من استعمال المياه، وتساعد على دمك وتصلب الخرسانة وخفض نسبة رطوبتها، وتمنع ظهور التشققات، وتساهم في تقليص زمن شك الخرسانة وهي المدة الفاصلة بين تجهيزها وتركيبها، حيث وبمساعدة المسرعات بجانب الملدنات يمكن تقليص هذه المدة إلى الثلث، وهو ما يجعل عملية البناء والتشييد أسرع كما هو الشأن بملعب الرباط. كثيرا ما نسمع عن ملاعب يتم بناؤها من الصفر وتكون جاهزة بعد عام ونصف أو أقل، وهذا ما أعلن بخصوص ملعب الرباط الذي يتم بناؤه على أنقاض ملعب مولاي عبد الله في مدة أشغال لن تتجاوز 18 شهرا كما أعلن عن ذلك. فاختيار الشركات المناسبة وتوفير السيولة المالية واعتماد التقنيات الحديثة التي تحدثنا عنها هي عوامل رئيسية تساعد في سرعة تقدم الأشغال. فهل سيكون ملعب الرباط جاهزا خلال هذه المدة القياسية، أم أن خبرة الشركات المغربية المشرفة على بناء هذه الملاعب ستحول دون الوفاء بهذا الموعد، خاصة وأن رهان كأس إفريقيا 2025 يحاصر المسؤولين؟
فهل تعتقدون بأن الملعب سيكون جاهزا في الموعد؟ وكيف تقيمون تقدم الأشغال في كل من ملعب طنجة وملعب الرباط في الوقت الراهن؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ومشاركة الفيديو. شكرا لكم على المشاهدة. السلام عليكم.